جبت بقى يا جماعه 3 كيلو دقيق اهم، وحطيت عليهم شويه ملح. طالما عجين يبقى هحط ملح اهو. كيس بيكنج باودر اهو، ده بحاله على 3 كيلو. عايزه تحطي ما تحطيش مفيش مشكله. وهنا اهو جبت كيس خميره اهو. انا حطيت كيسين 2 خميره وباكو بيكنج باودر وملح اهو. 3 معالق سكر او 4 اهم، وهقلب كل ده كده ببعضه. يبقى انا محطتش على الدقيق غير معلقه ملح، 3 4 معالق سكر، وحطيت كيس بيكنج باودر وكيسين 2 خميره على 3 كيلو دي اهو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنا شويه سمنه مسيحاهم، 3 كوبايات سمنه او زيت او سيحتهم على النار اهو. حطيتهم كده، حطيتهم 3 كلهم مره واحده اهو. واعمل ايه؟ ابس. يعني ايه ابس كده؟ امسكها كده على ايدي كده، ابس كده، اشرب الدقيق كله السمنه كده، ابس بالشكل ده. دي اسمها ابس. فانا بقى هشربه كله بقى كده بالسمنه وهرجع لكم تاني. ده يا جماعه دي لبن رايب، ده لبن رايب اهو. ده لبن رايب، هحط عليها اللبن الرايب كده اهو، رابط اهو. هعجنها بلبن رايب اهو. احط كل الكميه اللي عندي اهي، واعجنها واجيب لها شويه لبن حليب اهو يا جماعه. وهنا يا جماعه اهو شويه لبن، كوبايه كده اهي، خليها كوبايتين اهي. ده حطينا بعد اللبن الرايب كمان كوبايه ايه، واعجن بقى كده كوبايه لبن. مش عايزه تحطي لبن او ما عندكش لبن وعايزه تحطي ميه حطي ميه، بس عشان تديها طعم جميل وتسكير كده اهو يا جماعه. بعد ما حطيت لها اللبن كله، قيمه نص كيلو لبن وكيلو لبن رايب على 3 كيلو دقيق اهو. اعرف ازاي؟ اهي نطفت ايدي خالص ازاي اهي كده، نطفت ايدي اهي. وحطيت على 3 كيلو على الكيلو كوبايه سمنه او كوبايه زيت زي ما انت عايزه تحط اهو. اهي يا جماعه شايفين جميله ازاي اهي، منطفه ايدي خالص وسايبه ايدي خالص اهي اهي قدامكم اهي. هسيبها بقى تخمر شويه كده قيمه ساعه، واجي اقطعها ونشوف هنعمل فيها ايه مع بعض. هنا بقى يا جماعه هنعمل الحشو. ما لقيتش عندي غير شويه العجوه دول، نعمله 5 6 وحدات. هنعمل الحشوه بقى مع بعض ازاي؟ ادي 1 2 3 4 5 معالق سكر. هعمل عليهم ايه؟ احط عليهم معلقه دقيق اهي. احط على السكر دي عشان تسيح وتقعد كده وتفرش في قلب الايه، القرصه اهي. واقلب كده معلقه الدقيق مع شويه مع ال5 معالق سكر اللي انا حطيتهم اهم يا جماعه، مع شويه العجوه دول. وهنا هو اهي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر اهو. العجينه اهي خمرت اهي خلاص اهي. ونحشيها نشوف هنقطعها ازاي واحده واحده كده مع بعضينا. هنغطيها بس عشان ما تنشفش. قرصه اهي، جبت واحده اهي، وهقوم حاطه عليها اهي معلقه الخليط ده والمها كده. دي الحشوه اللي انا عاملينها مع بعض بالسكر اهي اهي يا جماعه. لميتها هي اهي، واقوم بقى مبططها اهي حسب ما انت عايزاها بقى، عايزاها كبيره عايزاها صغيره اهي اهي. واقوم حطاها هنا، مش هتك عليها عشان لو اتكيت عليها هتلزق في الصينيه. واحده كمان اهي قد الليمونه اهي يا جماعه اهي. عايزه تكبري حسب ما انت عايزه بقى اهي، عشان يبقى كلها مقاس واحد اهي. واقوم بططاها كده بالشكل ده. ومثلا هحطها المره دي عجوه، هقوم بقى ايه فرده حته العجوه دي كده فيها اهي واقوم لماها اهو. لميتها اهي وكورتها بالشكل ده تاني اهي.
واقوم ماسكاها مبططاها اهي يا جماعه، اهي كلها قد بعضها اهي، ما الزقهاش في بعضها، اسيبها بعيد. واحده كمان اهي مع بعضنا اهي قد الليمونه اهي اهي، عشان تبقى قد بعضها اهي. واقوم فتحاها كده وحشياها اللي انت عايزه تحشيه بقى اهي. عايزه تحشيها جبنه، عايزه تحشيها بقى ايه بتاع ده سكر، زي ما انت عجوه، زي ما انت عايزه بقى. شوفي انت بتحبوا ايه واعملوه اهو. اهي يا جماعه، مش هركنها بقى، مش هكورها وهسيبها وارجع لها تاني، لا همسك الواحده في ايدي اخلصها مره واحده اهي، واسيبها بقى مع نفسها كده اهي تعمل اهي كده. يا جماعه هعمل بقى بقيه الكميه وارجع لكم اوريكم انا عملت ازاي. اهو يا جماعه خلصت كل الكميه وسبتها ربع ساعه اهي، اتخمرت وقبت اهي. اروح بقى احطها في الفرن تستوي على درجه حراره 180، وهسيبها لمده 10 دقايق واقلبها شمال ويمين وكده وها ايه ونشوف هتطلع ازاي. اهو يا جماعه سويناها وطلعت من الفرن اهي. القعر بتاعها عامل ازاي اهو، قعرها اهي ووشها اهو، حاجه جميله كده، حاجه شوف جايبه ريحتها جايبه من اخر الشارع. طبعا هي لسه سخنه، عايزين نفتحها مع بعض، بس عشان هي سخنه هنفتحها بالايه، هفتحها معاكم بالسكينه. لسه مطلعاها حالا اهو اهو اهي، الملبن والعسل اللي فيها اهو، بس طبعا هي لسه سخنه اهي. اهي يا جماعه، وبالهنا والشفا، وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتدعمونا.